لينيمبا مرورا عبر فريق الترجي ذهابا وايابا ووصولا الى مباراة كازا 2-1 في انتظار اتمام المهمة يا عادل يا رمزي بنفس الاسماء وبالروح وبالعزيمة والاصرار كما عودنا الوداد الرياضي في التنقلات عبر الملاعب الافريقية، وهو يعرف جيدا بريتوريا لانه ليست المرة الاولى التي يحضر فيها هنا براية التحدي وبراية المتحدي والمنتصر والصامد امام سان داونز. اذا نتعرف واياكم على تشكيلة الفريقين اليوم. الوداد بنفس العناصر كما ذكرت، التغيير وناس سرغات اليوم في وسط الميدان. يوسف المطيع سيكون اليوم على مستوى الحراسة، ايوب العمرود 22، امين ابو الفتح 4، جمال حركاس 16، يحيى عطية 14، ناس سرغات 3، زكريا الدراو. الدقائق القادمة بالنسبة للماملودي، انطلاقة من الجهة اليسرى ولكن بعيدة تماما من الجهة اليسرى، حذير من الاطراف وحذير من المراوغة وفي توغل، والحكم هنا يشير الى ماذا؟ ضربة مرمى. نعم، الحكم شاف التحايل وسيتقدم نحو اللاعب. هذه المرة سأعفيك من الانذار، ولكن المرة القادمة سيكون تأتي بعد ذلك مباشرة. هنا مرة من جديد، لا زالت الهجمة متواصلة لكن صافية. دوريا بالمناسبة في جنوب افريقيا في هذه الفترة هي بداية صيف في ساوث افريقيا من اجل اكيد تجاوز فارق الاهداف بين مكورة وانطلاقة وتدخل ممتاز في القائمة الاول. الشرقي عودنا دائما يكون في القائمة الاول، وهو اللي بعد الكرة بالراس. مرت الكرة هنا ترفع على القائمة الأول بالراس والركنيات في مناطقه. بهذه العبارة يحاولون إجبار الوداد على التكتل بشكل متأخر، والكرة أوسكار فولوني تلعب هذه الجانبية فيها كرة وفي عرضية من لقب الشامبيونز أول مرة في تاريخه على حساب نادي الهلال السوداني سيد البلد. موديبا واليندي، اليندي وموديبا، هو موديبا يرفع كرة لكن الدفاع الشرقي راقب مورك يا أمين، لا يمر يا ابو الفتح. هذه عرضيه خطيره ويحيى بالكعب يبقى قريب للمسانده وعمليه الخروج بالكره. يا سلام، وفي انذار في انذار في انذار. بوسوفيان وموكوينا يرسل الطوليه لكن اميني استلام على طول، جمال مع امين توصل لعبد الله حمود ممتازا في مرمى البرتغال في الربع النهائي، بينما كره اماميه خطيره هذه ولكن مره جانبيه. بينما الصوره طبعا على الحضور اعضاء الكاف لكن ابرزهم جانيا في اوروبيا اسبانيا والبرتغال في ملف ثلاثي 2030 في تحدي ان شاء الله. مشاهدي الكرام ايضا حاضر، وهذه كره صعبه، هذه كره صعبه. ناصر الماميلودي سان داونز، هذه كره اماميه بالراس وخطا فردي هنا، ولا مع الحسين عموته ولا مع فاندن بروك. الوداد لم يهاجم مع البداية. يا بو سفيان 1 على 1، بو سفيان يحاول يمر، بو سفيان يرفع كرة للشرقي البحري، الشرقي يرفع كرة يرجع مرة أخرى. هنا اللمسة والعرضية. المطيع عنده الأسبقية يتابع هذه الكرة. ممتاز المطيع أمام بوطويل وأمام لوكاس وأمام زواني. دائما القراءات في الخروج هنا لازم تكون ممتازة ودقيقة من كاين مطيع. تقديرك هذه المرة كان ممتاز. مودو يترك وحيدا، مودو يرفع كرة، مودو المطيع وطلع كرة. لا زالت جنوب افريقيا للسان داونز، التمريرة حذر من التسديدة. الهدف الأول لماميلودي سان داونز. مشاهدي الكرام تدافع والسان داونز يجد الثغرة في نهاية المطاف ليسجل قبل لحظات من نهاية الشوط المباراتي الأول. حذرنا من كرات مثل هذه، حذرنا من انطلاقات مثل هذه، حذرنا من غياب الرقابة في منطقة الجزاء. هنا في غفلة من الدفاع، مهاجم السان داونز يتمكن من إيصال الكرة لشباك مرمى يوسف المطيع. إذا النتيجة تتغير. مشاهدينا الكرام، شالوليلي الغايب عن لقاء الذهاب لكنه حضر هنا فسجل. من العمرود، عمرود يسل كرة أمامية والتغطية من ويليامز في نهاية المطاف. الضربة الحرة الآن، اليندي ومودو، اليندي والراس
راسية بعيد. الكرة ترفع، هنا متابعة بالراس، واندالا يصفر نهاية. شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. الآن الكلمة تعود. هدف لاعب شارلو ليلي، لأن 1-0 نتيجة توماكي كانتي ممتازة. أوه خطير هذه، والمطيع على مرتين، المطيع على مرتين. مغامرة كبيرة وخطورة ونجاة على دفاعات مرمى فريق الوداد الرياضي. كان في صافرة، كان في خطأ، لا وجود لخطأ. لقطة سليمة، إعادة فوتبول ليج، حتى ولأنه في فترات الأداء غير ثابت، لكن النهائيات من أجل مزيد من الألقاب وحذاري من الأخطاء، حذاري من كرة صعبة. والهدف الثاني صعب في هذه اللحظات، الهدف الثاني صعب في هذه الأوقات، الهدف الثاني نعم الصعب المهمة يا عادل يا رمزي فيما تبقى من عمر هذه المواجهة. غلطة أخرى هنا في دفاعات فريق الوداد الرياضي جاءت عن طريق الهدف الثاني. الأمور بدأت تصعب مشاهدينا الكرام. وموكوينا ماذا هناك؟ موكوينا يتفاعل، وموكوينا نعم يريد المزيد في لحظات. لازم اسلوب الوداد يتغير الان، ليس لديه ما يخسره، عليه ان وجود المتخصص ايضا في الراسيات ايوب العملود. ترفع ديال الكره في القائمه الثانيه بالراس، خطيره بالراس. ايوب العملود بالتخصص وبالراس. هنا ويليامز في المكان المناسب. الوداد اخيرا يهدد، والوداد اخيرا يصل الى لا يتراجع، والوداد دائما الحظوظ الراسيه ممكن لا زالت صعبه على دفاع. انطلاقه من الجهة اليسرى، محاولة المرور، هذه صعبة في نهاية المطاف. والكرة تمشي طولية، الوداد أصبح يكثر من الكرات الطولية. يلا سيف الدين، وفي دفع في هذه اللحظات، الدفع يأتي في هذه اللحظات. هل فيها نقاش، وهل فيها جدال، وهل فيها خطأ، وهل فيها ركلة جزاء للوداد الرياضي عن طريق الأبي أليندي. صعبة أليندي، التحضير وصلت إلى أحناش في اتجاه حمدو في منتصف الميدان. أمامية الكرة هنا في اتجاه العملود، العرضية في اتجاه سامبو. محاولة رفع الكرة داخل منطقة الجزاء في القائمة الثانية لكن بعيدة. الحكم يعطي إشارة إلى التنفيذ. سان داونز يبحث عن الهدف الثالث بالراس. اقترب الإيطالي باولو مالديني المدير التقني السابق لميلان من الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة. وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو على حسابه بشبكة أكس: باولو مالديني المرشح الرئيسي ليصبح المدير الرياضي لاتحاد جدة. وأضاف: من المقرر أن يحسم مدير ميلان السابق مستقبله قريبا في ظل وجود عرض جاد من النادي السعودي. وكانت مجموعة ريد بيرد المالكة لميلان أقالت مالديني من منصبه عقب انتهاء الموسم الماضي بسبب اختلاف في وجهات النظر. وساهم مالديني في تحقيق ميلان لقب الدوري الإيطالي في موسم 2021 وقبل الرحيل عن إدارة الروسونيري بعدها بعام واحد. ويسعى اتحاد جدة للحفاظ على لقب دوري روشن الذي توج به في الموسم الماضي، علما بأن الفريق يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال ديسمبر كانون أول المقبل.